الخير على كل متابعينا. النهاردة تم بدء تقديم التظلمات لسكن لكل المصريين 5 واللي هيمتد لمدة شهر لحد 24 إبريل. في حالة عدم قبول طلب الحجز هتقدر تقدم تظلم من خلال إن أنت تفتح الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي، وبعد كده تدخل الرقم القومي بتاعك هيظهر حالة الطلب، وفي الآخر هتلاقي نموذج للتظلم. هتكتب سبب التظلم وترفع الأوراق والمستندات المطلوبة، وبعد كده تقدر إن أنت تتابع حالة التظلم بتاعك برضو من خلال الموقع برقم البطاقة. كمان إن أنت ممكن تتصل بخدمة العملا علشان تراجع كل البيانات وعلشان تتأكد إن الطلب اتقدم. نتيجة بقى سكن حجز كل المصريين هيتم إعلان النتيجة بعد أسبوعين من إغلاق باب الحجز، وترتيب الأولويات هيتم وفقًا للفئات المستحقة. الفئات إيه المستحقة؟ المتزوج الذي يعول، الأرمل أو الأرملة الذي يعول، المطلق أو المطلقة الذي يعول، الأعزب أو الأرملة أو المطلق الذي لا يعول. تمنح الأولوية للأسرة ذات العدد الأقل من الأفراد، وفي حالة التساوي تكون الأولوية للأكبر سنًا. في حالة عدم ظهور اسم المتقدم في النتائج يقدر إن هو يقدم تظلم من خلال الاتصال بمركز اتصالات خدمة العملاء أو من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي والصفحة الرسمية. ده كل الموضوع عن نتيجة سكن الإسكان الاجتماعي. يعني أنت لو جالك رسالة بإن أنت مقبول أو إن أنت منطبق، ده هتنتظر إن يتم تحديد الأولويات. في حالة إن هو طلب منك إن أنت ترفع أوراق أو تجيب وصل عداد أو أي حاجة، ده كله من خلال التظلمات.